سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في تحدي الوصول. الأول أحب أعرفكم بنفسي. في ناس من الموجودين حضروا معايا قبل كده، وفي ناس لسه أول مرة يشرفوني. انتوا جميعا على عيني وعلى راسي، وشكرا لكل واحد فضى وقته ودانا منها شوية ان احنا نقعد مع بعض. اتمنى ان يكون اللقاء ده وان يكون نفع وخير يا رب علينا جميعا بإذن الله. انا اسمي عبير سلام، لايف كوتش وميتا ثيرابيست ومدرب NLP اللي هي البرمجه اللغويه العصبيه. ربنا يكرمكم جميعا. هنبدا النهارده في يعني عايزين نقول كده هو رأس الامر في الحياه، ان انا ابقى مش عارف انا عايز اروح فين، او مش عارف انا عايز امشي ازاي، او هو انا محبوس هنا. طيب عايز اخرج، عايز اخد خطوة لقدام، مش عارف، عايز اوصل لهدف، مش عارف، عايز حتى احسن من نفسي وانا في وضعي الحالي برضو مش عارف. هنتكلم النهاردة عن تحدي الوصول في 3 ايام. لفين؟ لهدوءك الداخلي، لقرارك المصيري، لإيه كمان؟ لخطوة تنفيذ حقيقية أو خطوة تغيير حقيقية. تمام. يعني ايه اول حاجة معانا النهاردة؟ هنتكلم طبعا في المحور الاولاني اللي هو لهدوءك الداخلي. قبل ما اتكلم عن ايه هدوء الداخلي لازم الاول ابدأ اعرفه. تمام. تعريف الهدوء الداخلي: الهدوء الداخلي هو ايه؟ هو بيفهم كحالة ذهنية وانفعالية من ايه؟ من الطمأنينة والاستقرار. من الطمأنينة والاستقرار، ببقى قاعد كده مطمن وهادي ومستقر. بيحافظ فيها الإنسان على إيه؟ بيحافظ فيها الإنسان على توازنه النفسي. أنا متزن نفسيا. طب أنا متزن نفسيا وقاعد في طمأنينة في استقرار وحالة ذهنية كده راسية، هل دون علشان أنا مفيش حواليا ضغوط، مفيش حواليا انفعالات، ولا في حواليا زن ولا دوشة ولا ضغط مالي ولا ضغط نفسي ولا ابني عامل مشكلة ولا انا عندي ضغط في شغلي ولا ايه؟ لا، المفروض الهدوء الداخلي ده انا بوصل له رغم رغم ايه؟ رغم وجود هذه الضغوط، رغم وجود هذه المنبهات المقلقة من حواليا. تمام. طيب هل الهدوء الداخلي دون مرتبط براحة البال؟ اه. مرتبط بالتوتر والقلق؟ ها، اكيد صح. ولكن انا في وسط التوتر وفي وسط القلق وفي وسط الضغط اللي انا فيه، انا بكون في حالة من السكينة وحالة من الهدوء والامان. تمام. كون انا عندي سلام داخلي جوايا، ده بيكون حالة من الرضا. حالة من ايه؟ من الرضا. الرضا عن ايه؟ الرضا ان انا قابل نفسي. تمام. قابل شخصيتي. البدرية دي مش عارفة اقبلها. لو غدا معانا قولي البدرية تخرج وتدخل تاني. قابل نفسي وقابل ايه؟ وقابل حياتي هي كمان. تمام. ما هو مش علشان انا اكون راضي لازم تبقى حياتي 100% سليمة، او تكون انا او اكون انا A1، يعني في عندي كمال في كل حاجة. شكلا 100%، دراسة 100%، زواج 100%، ولادي في 100%. لا. تمام. طيب حتى لو ايه؟ حتى لو انا لسه اهدافي ما اتحققتش، فانا برضو عايش في حتة السلام الداخلي، عايش في حتة الامان الداخلي. حتى لو انا عايشة في مرحلة من الضغوط، بس انا برضو عايشة في حتة الهدوء الداخلي. طيب بتعامل مع الضغوط دي بهدوء، بتعامل معاها بوعي. بتعامل معاها بوعي. السلام الداخلي ان ان صوت القلق اللي جوايا
والخوف اللي موجود عندي بيهدى. ان يكون هادي، مش ان انا اكون باردة، لا، انا بشر، عندي دم وعندي احساس وعندي مشاعر، ولكن في فرق بين ان انا اكون داخل وغرقان في المشاكل وداخل وغرقان في المشاعر، تمام، وسايبها معوماني ومسوحاني، واني اكون عندي القدرة ان انا اتعامل معاها بوعي وبهدوء. ده المفروض ده المعنى للهدوء الداخلي، ان انا اكون عايش في وسط المشاكل بتاعتي، وفي وسط الازمات، وفي وسط الضغوط، مشاكل البيت، مشاكل الولاد، مشاكل الفلوس، مشاكل الشغل، مشاكل بابا وماما، مشاكل مشاعري، بحب فلان، متعلقة بعلان، في حد بيكلمني. انا بقدر افصل بين ده، او بقدر اتعامل بوعي، مخليش دون يسوحني ويسوح دنيتي. ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما انا اوصل لدرجة من التوازن النفسي، اللي انا اقدر فيها احافظ عن نفسي كده، ابقى عارفة حدودي ايه وحدود الظروف اللي انا عايشة فيها ايه، ما سيبهاش تغرقني، ما سيبهاش تضيعني، ما سيبش مشكلة انا بتحط فيها او موقف بتحط فيه بنغمس فيه بكل مشاعري وبكل عقلي وبكل افكاري وبكل دنيتي، ابص الاقيه غرق لي دنيتي بحالها، بدل ما يبقى جنب واحد هو اللي بيغرق الاقي دنيتي كلها هي اللي بتغرق. فده ايه اللي احنا ان شاء الله هنبدأ نتعلمه النهاردة، او نبدأ نتعامل معاه النهاردة. طيب، خلينا كده نشوف هل في عناصر للهدوء النفسي ده. عندنا 3 عناصر للهدوء النفسي، اللي هم ايه؟ اول حاجة حالة مقصودة من الهدوء النفسي او الروحي، يحافظ فيها الفرد على قوة نفسه وثباتها امام الضغوط والتوتر. طب ماشي، ده الكلام اللي احنا قلناه، ان انا بيبقى عندي توتر وعندي ضغط وعندي موقف صعب، بمر بأزمة ما، انا عندي هدوء نفسي قادر احافظ على نفسي وعلى قوتي وعلى ثباتي. عارفين اللي بيقول ايه؟ يا جبل ما يهزك ريح، بالظبط كده. في الوقت ده انا بكون عندي الهدوء النفسي بتاعي. تمام. ايه العنصر التاني؟ ان انا يكون عندي اتزان عاطفي يسمح بضبط ردود الافعال. يعني ايه؟ مش انا ساكته اهو، بس حد يجي يكلمني اهب في وشه، انا ساكته اهو، قاعده في هدوء، مش انتوا عايزيني ابقى هاديه؟ انا هاديه اهو، بس اول ما حد يجي يكلمني، عارفين زي البالونه، اول ما حد كده بيلمسها بتلاقي انفجار. لا، ده ما اسموش هدوء عاطفي، ما اسموش هدوء نفسي. تمام. الاتزان العاطفي اللي هو بيخليني اختار ردود افعال من غير ما اجري ورا نوبات الغضب والقلق اللي مسيطر عليها في الوقت الحالي. عندي القدرة ان اتعامل مع الوضع الحالي اللي انا فيه والتحديات والازمات اللي انا بمر بيها بمنتهى العقلانية وبمنتهى الوعي. تمام. ايه تاني؟ ان يبقى عندي شعور بقبول الذات والتصالح معاها. زي ما قلت، انا قابله نفسي زي ما انا، وضعي، مالياتي، شكلي، وظيفتي، كذا كذا كذا. ولكن هل لو انا شايفه ان انا عندي قصور في حاجه معينه اخليني واقفه عليها؟ لا. بعمل ايه؟ بتبنى نظره ايجابيه للحياه. يعني لا، انا ممكن اغير من شغلي، اغير من وظيفتي، اعدل من نفسي، اعدل من مهاراتي، ازود واتعلم وي 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 لكن انا مش رافضه نفسي، انا متصالحه جدا مع نفسي، وعارفه ان انا انسانه، وعارفه ان انا ليا اخطائي، وعارفه ان انا ربنا خلاني عشان اتعلم. انا مش مولوده في الدنيا دي ومعايا كل المهارات ومتعلمه كل حاجه، باخد فتره على ما اتعلم، باخد فتره على ما اكتسب مهاره. فانا عندي قبول، متقبله نفسي، متصالحه مع نفسي جدا جدا جدا. ولكن عندي ايه؟ عندي نظره ايجابيه ان انا محتاجه ان انا اتعلم، ان انا بتعلم، ان انا بطور من نفسي، ان انا بزود من نفسي. ده بيديني ايه؟ بيديني نظره ايجابيه للحياه وبيدعمني في الرفاهيه النفسيه. الهدوء النفسي هو رفاهيه،
بيدعم الرفاهية النفسية. هي مش رفاهية ان هي مش متاحة لكل، لا، هي رفاهية إن انا اللي بعيش نفسي فيها، مش مستنية حد يعيشها لي. تمام. فدي عناصر الهدوء النفسي. ها، قولوا لي بقى كده على الشات مين منكم عنده هذه العناصر. يلا، مين بيعمل الكلام ده؟ واحد اتنين تلاتة. كل واحدة كده تكتب لي على الشات، بعمل واحد، بعمل اتنين، بعمل تلاتة. هم. هنعمل ستوب شير عشان اعرف اشوفكم. هم. محدش عنده؟ ما شاء الله. ها، انا مش شايفة الكتابة. طب استنى نزل مؤشر. تمام. حلو. مش بعمل حاجة ليه؟ ليه يا مريم؟ ليه مش بعمل حاجة؟ طيب. سلمى، طيب ماشي يا سلمى، هنتفاهم في الأمر. بحاول، برافو. مجرد المحاولة شرف، يكفينا شرف المحاولة. طيب حلو جدا، انا اطمنت كده عليكم ان انتوا في ناس شغالة وفي ناس للأسف ايه واقفة، بس مش للأسف ولا حاجة، احنا ان شاء الله هنحل كل الترومات دي بإذن الله دلوقتي. طيب تعالوا كده نشوف بعد ما احنا اتكلمنا على عناصر الهدوء النفسي. طيب، هل بقى، يعني خليني كده أبدأ يعني نسأل، هل الناس اللي هي عندها هدوء نفسي، تمام، الناس اللي عندها هدوء نفسي، هل هي ما عندهاش مشاكل؟ ها، هل هي ما عندهاش مشاكل؟ ها، انتوا متخيلين كده ان هل الناس اللي ما عندهاش اللي عندها هدوء نفسي ما عندهاش مشاكل؟ مش التحدي دايما هو المشكلة يا جماعة، مش دايما الأزمة اللي أنا فيها هي دي المشكلة. المشكلة إن ببقى أنا نفسي مش عارفة أتعامل، أنا نفسي دماغي موقفاني، أنا نفسي دماغي مسوحاني. خلينا نقول كده مثلا، هنقول كده قصة، مثلا إن في بنوتة اسمها فوزية، راحت تقدم على شغل. أوكي. فوهي بتقدم على الشغل، خدوا منها الملف بتاعها وقالوا لها طيب تمام سيبيه واحنا هنبقى هنرد عليكي. فات يوم والتاني اسبوع والتاني شهر والتاني ومحدش رد عليها ومحدش جاوبها باه او بلا. تمام. هي بقى لو انتي مكانها هتقولي ايه؟ ها، لو انتي مكانها هتقولي ايه؟ جاوبي. اترفضت، اكيد ما قبلتش. تمام، نسيوني، تمام، هكلمهم واسأل. برافو، برافو. شوف بقى الإجابات دي هي البداية بتاعتنا، الفكرة اللي جت في دماغك الأول هي البداية. أنا اترفضت، أنا فاشلة، أنا مش نافعة، ده ماشية بالكوسة، أصل هما بيختاروا قرايبهم، أصل مش عارف إيه. تمام. يا إما أو نسيوني، تجاهلوني، أو هسأل، هدور، هشوف هما رفضوني ليه، علشان ايه؟ علشان اشوف لو في حاجة عندي في المهارات ناقصاني، محتاجة ان انا ازودها. تمام. علشان اشوف لو هما ليهم متطلبات تانية وحاجة تانية ممكن انا اشتغلها. هي هنا الفكرة، الفكرة دايما البداية، ايه الفكرة اللي جت في دماغي والدنيا مشيت عليها ازاي. التفكير يا اما بيضخم المشكلة يا اما بيصغر المشكلة. تفكيري في الامر يا اما بيضخم المشكله انا يا اما بيصغر المشكله. مع شويه وعي وتعديل للفكره الدنيا بتهدى معايا.
يعني هنقول تاني، لو هي قالت ده هما رفضوني علشان ايه؟ علشان انا نحس، انا فقرية، انا فاشلة. تمام. فالمشاعر اللي هتطلع عندها دلوقتي ايه؟ مشاعر احباط، مشاعر خزي، مشاعر اللي هو انا خلاص مش مقدمة تاني ومش هشتغل تاني. تمام. اما لو كانت انا هسأل، انا هشوف، انا هجرب، وجايز انجح وجايز افشل، فاذا في ايه؟ في احتمالات. فده بيخليني ايه؟ بيخليني ادور على ايه هي الحاجات او المهارات اللي ممكن تزود عندي الفرص ان انا اشتغل، ايه المهارات اللي انا محتاجاها او الناس بتطلبها. تمام. تعديل الفكرة، طريقة تفكيرنا دايما بيبقى هو البداية لحل المشكلة. طيب، خلينا كده نشوف، نرجع تاني على الايه، على الشير، وخلينا نشوف ايه الكلام اللي بعد كده، ايه اللي بيدخلنا في المواويل دي. واضحة الصورة بالنسبة لكم؟ التشوهات الفكرية اللي بتحول بيننا وبين الهدوء النفسي. التشوهات التشوهات الفكرية اللي بتحول بيني وبين ان انا اكون قاعدة وهادية وراسية كده ونفسيا مستقرة. عندنا 8 وهم اكتر من كده بكتير، بس احنا يعني على سبيل ايه؟ الحصر. هنقول هنتكلم عن ال8 دول. اول حاجة عندنا التوقعات، توقع ايجابي او توقع سلبي. تخيلي لو انت مثلا داخله في تجربه، واحده لسه مخطوبه جديد ومستنيه، اللي فاتحه المايك تقفلي يا شباب. بنوته لسه مخطوبه جديد او متجوزه جديد ومستنيه جوزها يدخل بقى يجيب لها داخل بقى بالالمازات، وداخل بيها بقى عارفين 100,000 ناقه والكلام ده. طيب، لو هو ما دخلش بالكلام ده، ولو ما هو قدم لهاش الكلام ده، هتبقى التوقعات بتاعتها ايه؟ هتبقى محبطة. هتحس ان هي ايه ده، هو لا انا كنت متخيلة اكتر من كده. لا، انت ما تتخيليش اكتر من كده. التوقع لما بيبقى سلبي، لو انا متوقعة حاجة ايجابية وما حصلتش، انا ممكن ايه؟ ممكن يجيلي احباط. تمام. اما لو انا بقى متوقعه سلبي، ده كل الرجاله وكل والخطوبه دي غم، والحمل ده مش عارف ايه، والرجاله متوقعه ان انا هتجوز هفشل، او جوزي هيعرف ست عليا، او كلام من دون. فدايما بيخليني ان انا قاعده فين؟ قاعده في جزئيه اللي هي الاكتئاب. دايما قاعده حاسه بالتراخي، دايما قاعده حاسه بالاحباط، حاسه ان انا مستنيه مصيبه تحصل. تمام. فهل ده، لو انا قاعده بالمنظر ده، هل ده هيكون عندي هدوء نفسي؟ هكون مستقره نفسيا؟ لا. فلا التوقع الاوفر عالي بالايجابي اكتر، ولا التوقع بالسلبي اكتر بيجيب ايه؟ بيجيب هدوء نفسي. بالعكس، بيخليني في حاله من الترقب، مستنيه التوقع بتاعي ده سواء ايجابي او سلبي يحصل. شفتوا؟ مش قلت لكم هو هيكلم واحده بعد ما نتجوز؟ شفتوا؟ مش هي قالت لي هتعمل كذا؟ شفتوا؟ مش عارف ايه، شفتوا ايه؟ تمام. اوكي. النقطة التانية أو المحور التاني، التشوه الفكري التاني، هو تعميم السلبيات. كل الرجالة خاينين، كل الرجالة كدابين، كل الستات بتتجوز من هنا وبتضرب من هنا، كل الستات مش عارف ايه، كل العيال مقرفة، الشغل ما بيمشيش، ما فيش شغل ماشي عدل، كله ماشي بالغش، كل معرفش مين حرامية، كل معرفش مين كده. فده بيخليني باستمرار حاطه ان انا برضو السلبي هو اللي هيحصل. داخله مكان او كل المصالح ما بتمشيش غير بالواسطه، كل المصالح ما بتمشيش غير بالفلوس، فماشيه
بالنظام ده. فمخليه كل حاجه سلبي قدام عيني. كل ما باجي اتعامل مع راجل، في دماغي ان الراجل ده غشاش، ان الراجل ده بتاع ستات، ان الراجل ده مش عارف كذا، ان الراجل ده عايز كذا. فبتعامل بطريقه ما. كل ما باجي اقرب، اتقرصت من واحده صاحبتي، فمستنيه ان كل الستات وكل صحباتي يغشوني ويخدعوني ويضحكوا عليا ويحصل بيني مقالب وي وي وي. فمعممه السلبيات، شايفه ان الدنيا كلها كده، كلها سلبيات، وكل الناس اللي من النوعيه دي سلبيات. كل الرجاله مش عارفه ايه، كل الستات ايه، كل اصحابي ايه، وهكذا. تمام. رقم 3 التهويل او التهوين. يا اما انا بهول المشكله زي ما احنا قلنا كده، البنت اللي راحت قدمت وما اشتغلتش، فاصلا انا فاشله، اصل هم يعني مستهترين بيا، اصلا انا ملفي زي الزفت، اصلا انا السي في بتاعي مش عارف ايه، اصلا. وهي الفكره كلها ان انت لو ركزتي، لو حطيتي احتمال للنجاح واشتغلتي عليه، هتقبلي. تمام. او التهوين، ان انا هو ما حصلش حاجه، فبتراخي بتراخي بتراخي يا شيخه، ما فيش حاجه حصلت، ده حاجه بسيطه، ده حاجه بسيطه، لحد ما الاقي البسيطه دي بقت كارثه كبيره جدا، والاقي نفسي برضو دخلت في مشكله كبيره. رقم 4 اللوم وجلد الذات. اللوم سواء لنفسي او للاخرين. انت اللي عملت، انت اللي سويت، انت السبب، انت السبب. فباستمرار بصل ان اللي قدامي هو السبب في كل مشكله حصلت لي، ان اللي قدامي هو كل ازمه مريت بيها بسبب بابا، بسبب جوزي، بسبب ابني. انت وش فقر عليا، انت اللي جايب لي الغم، انت اللي جايب لي المشاكل، وهكذا. او ان انا بلوم نفسي، انا كنت المفروض رحت، كنت المفروض عملت. احنا ممكن مش نلوم نفسنا، احنا بنراجع نفسنا. المفروض كانت دي فرصة، كنت المفروض ان انا اتحمست اكتر وجهزت ورقي بسرعة ورحت قدمت، مش ان انا نمت. ده كده ايه، انا بعد الاتجاهي، بظبط نفسي، بقيم نفسي، لكن مش بلوم. تمام. وجلد الذات بقى اللي هو انا السبب فيهم، انا السبب ان انا اذيتهم، ده مش عارف ايه، انا السبب فيه، والولد ده وقع عشان انا اهملت، وانا جبت تقدير عشان انا اللي مش عارف ايه. وعمال اجيب ايه، وعمال اجلد في نفسي في كل التفاصيل. رقم 5 بعد كده التأويل الشخصي لما هو سلبي. يعني الصين ضربت معرفش ايه علشان انا السبب، الدنيا مطرت النهارده عشان انا خارجه. آه عارفين اللي هو، انا لو انا ما كنتش عديت من الشارع ده ما كانتش الحريقه دي حصلت، اصل انا اللي وشي نحس. فاهمين؟ انا كل حاجه مصيبه بتحصل ليا انا شفتوا، انا قلت لكم بلاش اجي معاكم، لو جيت معاكم كانت الرحله بقت كويسه، طالما انا جيت معاكم انتوا اللي قلتوا لي تعالوا، اهو الرحله باظت. اللي هو كل مصيبه بتحصل انا السبب فيها، كل مصيبه بتحصل انا السبب فيها. تمام. رقم 6 بعد كده قراءة الأفكار. بصي أنا عارفة هي بتفكر في ايه دلوقتي، أنا بقى هلحق وأعمل ايه، رد فعل هي ما كنتش تتخيل. بصي جوزي قاعد عامل ازاي، ده هو بيفكر لي في حاجة دلوقتي، هو بيدبر لي. اصل انا عارفه هو دماغه بتفكر ايه، تلاقيه دلوقتي بيقول بينه وبين نفسه دي راحت لمامتها وعملت وسوت ومش عارفه، اصل انا عارفه دماغه، انا عارفه دماغه. ونقعد نقرا ونقعد نحط افكار ونتخيلها وننسجها ونصدقها، وهي ولا اي حاجه خالص. الراجل قاعد جاي من شغله، قاعد بيفكر في الشغل اللي متكربس على دماغه، ولا المشكله اللي حصلت النهارده، وهو قاعد اصلا مش معاكي في الدنيا. تمام. طيب رقم 7 الثنائية والتطرف، اللي هو ياخده كله، يا ابيض يا اسود، ينجح واجيب 100%، يا اما مش داخله الامتحان خالص. اللي هو يا يجيب لي الفيلا والقصر، يا مش متجوزة خالص. يا يا ابني ده يجيب 100%، يا اما هولع فيه. لا، ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. اللي هو بصي دي عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا، انا عايزه زيها، لا مفيش كده، مفيش كده. رقم 8 المثاليه، ان انا ده الكمال. عارفين اللي هو عايزه ابقى ماشي كده على الشعر من كل حاجه، لبسي 100 فلوسي مش عارف ايه، راكب عربيه افضل، احسن اخر موديل ولا احدث موديل، وبتكلم مش عارف ازاي، وباكل فين، وبشرب ازاي، وي 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 المثاليه، مثاليه، عايزه كل حاجه مثاليه. ده الكمال.
فبيخليني اللي هو لو حاجه نقصت، لا ازاي انا ما ينفعش اكون كده، ما ينفعش اعيش في الزون ده، ان انا يبقى ناقص مني حاجه، او ان انا ابقى محتاجه حاجه، او ان ما تبقاش حاجه كامله، ابقى ماشيه على يعني على الشعره كده زي ما بيقولوا. التمن افكار دي او التمن تشوهات فكريه دي دايما بتلاقيها حائل بيني وبين الهدوء النفسي. بتلاقي كل بني ادم، مفيش انسان ما عندوش هدوء نفسي الا وتلاقي السبب حاجه من الحاجات دي. مفيش شخص فاقد للهدوء النفسي الا ودماغه لا تخلو من واحده من الكلام ده واحده، ده يعني هو لو ربنا كرمه هتبقى واحده. اما في ناس بسم الله ما شاء الله بتلاقي ممكن تلاقي التمانية عندهم. ها قولوا لي بقى على الشات، كل واحده كده تكتب لي بسرعه عندك ايه منها. ها عندك ايه منها؟ عندك ايه؟ اكتبوا لي بسرعه. هنعرف نتحكم دلوقتي يا مريم، ثواني بس، ثواني. السيناريوهات السلبية، مخنا بيفضل ياخدنا ويجيبنا ويودينا، والمثالية كلها الله يعينك، الله يعينك يا انجي، كله ده كده. الله يعينك ويعين الناس اللي معاكي، لان ده اكيد بيصب على الناس اللي احنا معاهم. هنتعلم دلوقتي يا بوسي ازاي ان احنا ما نفكرش بالتصرفات دي. طيب تعالوا بقى نشوف احنا ازاي ان احنا العقل بتاعنا تمام بيصنع هذه هذه اللخبطة. الاول بنقول يعني نجاح التغيير بيكون مصحوب دايما يا بنات بوجود تغيير في طريقة التفكير. لما ابدا اغير البداية في طريقة التفكير من عقل مشوش، عقل فيه زحمة، عقل عمال دوشة في دماغي دوشة في دماغي دوشة في دماغي، العقل يبدأ يلاحظ الفكرة اللي بتجيلي، يلاحظ الكلام اللي بيتقال، يلاحظ انا لما مين بيقول ايه بروح فين، لما بحس بايه، او لما مين اللي بيزن في وداني، او لما انا بشوف ايه، او ايه موقف معين بيحركني بروح فين. ليه عقل يلاحظ ويختار. تمام. ده بيدخلني لنقطة ايه الفرق بين الهدوء المزيف والهدوء الحقيقي. تمام. الهدوء المزيف والهدوء الحقيقي. الهدوء المزيف هو ان انا ببقى كابت للمشاعر اللي جوايا دي، انا ببقى كابتها او بنكرها، ببقى بغلي مالك، لا مفيش حاجه، ده انا تمام، ده انا كويسه، وببدا اخرج وببدا اتحرك وانا من جوايا نار. واظن يا مكتر الناس اللي عايشه في النقطه دي، اللي هي يبقى فيها اللي فيها وتقولك لا ده انا مفيش حاجه، ده انا زي الفل، وهي من جواها في نار جواها. او في حاله من التجمد، بتلاقيني في حاله من الايه، يعني قاعده كده ما بتحركش، ما بعملش اي رياكشن. ده اسمه هدوء مزيف. ظاهريا هو هدوء، لكن داخليا هو ايه؟ هو نار. تمام. اما الهدوء الحقيقي اللي هو انا فعلا واعيه بافكاري، واعيه بمشاعري، واعيه
اللي فاتح المايك يا بنات يقفلوا لو سمحتوا. فاطمة عملتلك ميوت. واعية بأفكاري، واعية بمشاعري، واعية أنا بختار الإجابة أو الاستجابة بناء على إيه؟ بناء على إيه؟ هي استجابة صح ولا اللي هو ناتجة عن انفعال. أوكي؟ بعد كده ببدأ أدخل على ازاي العقل بيصنع الزحمة الداخلية، ازاي عقلي ده البوكس اللي فوق ده هو سبب كل الايه الدوشة اللي انا فيها. النموذج اللي قدامنا ده اللي انتوا شايفينه ده نموذج من البرمجة اللغوية العصبية لو حد درسها. ده يعتبر اهم نموذج فيها، لان النموذج ده هو نموذج الاتصال اللي هو انا بتصل بيه مع نفسي اولا، وبتصل بيه مع الناس خارجيا. تمام. هو ايه بيقول ايه النموذج ده؟ بيقول ان انا عندي في هنا 5 حواس. تمام. في هنا 5 حواس بيدخل منهم اللي هي ايه الاحداث والمعلومات والخبرات اللي احنا بنمر بيها. شفت حاجة، سمعت حاجة، حد قال لي كلمة، حدث معين مريت بيه. تمام. بيخشوا من الحواس ال5، انا شفت، سمعت، شميت، اتكلمت، كذا. تمام. اوكي. وايه كمان؟ وبيخش كمان اللي هو ال الافكار والحديث النفسي، انا بتكلم ازاي عن نفسي. تمام. الحديث الذاتي. دول كلهم ايه؟ دول كلهم بيبقوا ايه؟ مداخل، مدخلات فين؟ مدخلات عندي هنا في المخ، في العقل. تمام. طيب اللي هي بقى في عندي جوه العقل ايه؟ في حاجه اسمها عندي التعميم، وفي الحذف، وحاجه التشويه والتعميم. زي ما احنا قلنا كده في الايه، في التشوهات، ان انا بحذف حاجات، بشوف حاجات انا شايفه بعيني ان الولد وقع وان اتبهدل ومامته جت شالته، فمش شايفه ان هو وقع، لا هي جايه تجري على ايه او هي جت شافته وهي ازاي وسايباه وقع، ما هي جت يا ستي خدت نص الحدث والنص التاني بكنسله. تمام. او ان انا عندي تشوهات اللي هو لا ما بشوفش الحقيقه صح، يعني انا شفت حاجه حكمت عليها من زاويه واحده، لكن الخلفيه ليها او الخلفيه فيها تفاصيل كتير انا مش شايفاها. او ان انا بعمم. تمام. زي ما قلت كده كل الرجاله مش عارف ايه، كل الستات ايه، كلام من بيحكمني ايه هنا، بيحكمني ايه هنا في الفلاتر بتاعتي دي. بيحكمني بقى تجارب انا مريت بيها قبل كده، ذكريات، بقرارات اخدتها قبل كده وفشلت، بتاعت قيم. انا ببقى يعني ماشيه طبعا قيمه معينه، قيمه مثلا اللي هو ال قيمة ايه مثلا؟ قيمة ان هو ده الحلال والحرام، دي نمرة 1 عندي، فباخد كل حاجة بفسرها قبل ما يحصل اي خطوة، بفسر ده حلال الاول ولا حرام. دي قيمة من القيم. قيمة ان انا الفلوس عندي ودي اهم حاجة. تمام. قيمة بعد كده بعد القيم ممكن بتلاقي المعتقدات. انا اعتقادي ايه؟ اعتقادي ان هو لا الاب لازم يعمل كذا كذا كذا، ان الاب لازم يعمل كذا والام تعمل كذا، ولا احنا اتربينا على كده واحنا شفنا كده، وان هما خلاص هما مالهمش حق، هما مخلوقين علشان يصرفوا علينا وعلشان يدونا وعلشان كل دي حاجات فلاتر جوه دماغنا بنستقبل عليها الافكار اللي بتيجي من بره، او الافكار اللي بتيجي من جوانا، اللي هو انا حديثي ايه عن نفسي، بتكلم ازاي مع نفسي، بيني وبين نفسي كده بقول ايه؟ بقول انا حد كويس، انا حد شاطر، انا مجتهده، انا بس محتاجه ان انا اظبط نفسي، ولا ان انا فاشله ومفيش مني امل وده انا بتاعت نوم وانا ايه. تمام.
بعد كده بعد ما الفيلم والمهرسه اللي بتحصل في دماغتنا دي بتحصل، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتبدأ بعد كده بتديني او بتخرج مني اللي هو ايه، بتخرج مني ردود افعال بقى، يا اما مع نفسي، يا اما الحاله اللي انا فيها، المود اللي انا فيه، المشاعر اللي انا فيها، فسيولوجيا جسمي بيجرى له ايه، تمام. وبعد كده بيخرج خالص مني البيهيفير اللي هو السلوك. يعني الاول الحدث انا بشوفه، تمام، بشوف الحدث اللي هو بره، او الفكرة اللي بتيجي في دماغي، او حديثي عن نفسي، بيدخلوا اي حاجة من دول، بيدخلوا جوه العقل عندي في الفلاتر، ببدأ أفسرها بناء على المعتقدات وعن القيم وعن البيئة اللي أنا عايشة فيها، وعن القيم اللي عندي، وعن المعتقدات اللي عندي، وعن القوانين اللي جوايا، وعن التربية، وعن اسمه ايه، العرف من المكان اللي انا فيه، تمام. بيطلع منه ايه؟ بيطلع الاول مع نفسي، الاول انا بيني وبين نفسي ايه ردود الافعال اللي باخدها، ايه الحاله اللي انا بكون فيها، ايه المشاعر اللي بتيجي جوايا، والمشاعر بتعمل ايه في جسمي، بتعمل لي فسيولوجيا ازاي، وبعد كده بيخرج للناس في شكل سلوك. ده بالظبط اللي بيحصل من مجرد ايه؟ من مجرد فكره. الفكره هي الشراره، الفكره هي الشراره. يعني لو هاجي اتكلم كده هقول انا عندي فكره بتولد شعور، بيخرج منها ايه؟ بيخرج منها سلوك، تمام. فكره بتولد شعور، بيخرج منها سلوك. الفكره هي الشراره الاولى، اول شراره هي الفكره. كل موقف بيحصل، تمام، بيمر في العقل الاول زي ما احنا قلنا. ممكن تكون جمله اتقالت، ممكن تكون حاجه انا شفتها بعيني زي انا قلت لكم، دخلت لي عن طريق الحواس، شفتها او سمعتها او حسيت بيها او اتكلمت، او مثلا دقت حاجه من الحواس الخمسه بتوعي، تمام. زي مثلا ايه؟ زي فكره ان انا مش، لو هناخد مثلا مثال كده عشان هنطبق عليه اللي جاي، فكره مثلا ان انا مش كفايه، انا مش كفايه، حد قابلني في الشارع وما سلمش عليا، فقلت اصل انا مش كفايه، انا مش ماليه عينه، تمام، خلاص. طيب، او مثلا انا مش، انا هفشل في الشغل دون علشان انا فاشله، اوكي، او ان الناس كلها مثلا مش بتحبني او احسن مني. الفكرة هنا مبنية على تجارب قديمة زي ما قلنا، او معتقدات، او افكار عن نفسي، اوكي. طيب ليه الفكرة بقى خطيرة؟ لان هي اللي العقل بيتعامل معاها على ان هي فعلا حقيقة. العقل بيتعامل مش مجرد فكرة داخلة من بره، او حاجة انا سمعتها، او كلمة اتقالت لي، او حاجة شفتها، لا، بيتعامل العقل بيتعامل معاها على ان هي فعلا حقيقة، مش مجرد احتمال. يعني فاشله، انا فاشله فعلا، انا فاشله، وبيبدا بقى يدور ازاي يثبت ده، تمام. فلو الموقف بسيط، والعقل سبت هو يلبس العقل الفكره دي بقى، يلبسها بقى اللي هو ايه، المشاعر او الحاله اللي جاهزه عنده، اللي هو انا قاعده في احباط فحد قال لي انت فاشله، انا فاشله، خلاص، لبسها التوب بتاعي، الحالة اللي انا فيها دلوقتي لبسها، فبقت ايه؟ بالفعل انا فاشلة، ايوه فعلا انا مش كفاية، تمام. فبتتحول من شرارة صغيرة، داخلة لموضوع كبير وحريقة كبيرة جوايا، اوكي. بعد كده بتتنقل لفين؟ بتدخل بقى على ايه؟ على الشعور، ما هي مش هتفضل واقفة كده، تمام. بتدخل على الشعور. الشعور بقى هو ايه؟ هو صدى وصوت الفكرة دي جوه الجسم. الفكرة جت مش هتقف فكرة، هتعمل حاجة، هتسخن، تمام. فالصدى بتاعها والصوت بتاعها جوه الجسم هو ده الشعور. انا مش كفاية، يبقى انا هحس بايه؟ هحس بالخجل، هحس باحتقار نفسي، هحس ان انا قليلة، تمام. انا بفشل، انا في الشغل فاشلة، فهيديني شعور دايما ايه؟ دايما بالقلق، ودايما ان انا مترقبه ان انا هفشل امتى تاني، مستنيه افشل في ايه كمان، هيبقى فاشله في الشغل وفاشله في ايه كمان، ففي حاله من ايه؟ من الخوف كده والقلق والترقب.
طيب الناس كلها بتبعد عني، فبيخليني ايه؟ بشعر بالخزي، بشعر بالانطوائية، مش عايزة اخرج مع حد، مش عايزة اتكلم مع حد. تمام. الجسد بيتفاعل بعد كده فسيولوجيا، بتلاقي بقى ضربة القلب بتضرب، بتعلى، نفسي بيضيق، عضلاتي بقى بدأت تشد، صداع، انا دماغي تقيلة، انا عايزة انام، انا هفضل نايمة ومش هقوم بقى من مكاني، محدش يكلمني، وبفضل ايه؟ هروب. الظاهر ان في قلق وفي توتر او في اكتئاب، لكن داخليا في حرب، اساسها العقل واساسها الفكرة. تمام. بعد كده، بعد الفكرة وبعد الشعور وبعد السلوك بيجي ايه؟ بيجي بعد الفكرة قصدي، بعد الشعور بيجي السلوك. السلوك هو الترجمة بقى. فكرة جت، ولعت الدنيا، هتقعد ساكتة؟ لا، لازم تخرج في شكل حاجة. هتخرج في شكل ايه؟ هتخرج في السلوك. طيب بتخرج في السلوك ده بناء على ايه؟ او في شكل ايه؟ في 3 اشكال. يا اما هجوم، يا اما انسحاب، يا اما تجمد. هجوم، بتعصب وبتنرفز وبصرخ وبلوم وبزعق، انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا فيا كده، محدش يكلمني، محدش يبص لي، وافضل ازعق وراحه جايه اشخط وازعق واصرخ في وش اي حد. اما بنسحب، انا مش رايحه مقابلات تاني، انا هلغي الخروجه دي، انا هبطل اقدم على شغل، وبفضل ايه؟ انسحب من اي حاجه. او في حاله من التجمد، بيكون ايه؟ يا اما باجل، يا اما بسوف، يا اما بضيع وقتي على على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، ريلز ورا ريلز، تيك توك ورا تيك توك، او بسيب الدنيا وبدخل انام. المفارقة المؤلمة ان السلوك ده، هو السلوك اللي حصل ده هو حصل نتيجة ايه؟ نتيجة الشعور، والشعور نتيجة ايه؟ نتيجة الفكرة. الكارثة بقى ان السلوك ده بيأكد الفكرة الاولى، او بيثبت الفكرة الاولى. فبرجع اقول شفتوا، انا انسحبت هو بالمقابلات، ففعلا ما فيش فرص شغل، ففعلا شفتوا انا هو فاشلة، انا فاشلة اهو. لما بهاجم الناس وبنفعل وبتعصب عليهم، هيسيبوني ويبعد عنهم. شفتوا، محدش بيحبني، سايبني هم ماشيين. ليه؟ لان سلوكي طلع نتيجة الفكرة، فثبتها، فبيثبتها اكتر واكتر. فزي ما الفكرة الفكرة بتسبب الشعور، بتسبب السلوك، السلوك كمان بيغذي نفس الفكرة. وضحت الدنيا؟ ده لب الامر اللي احنا بنتكلم ده فيه، ده لب الامر، اساس المشكلة كلها. هو دون الايه؟ هو فين البتاع؟ هو ده ايه؟ هو ده اساس المشكلة كلها. مخي بيفضل ساحبني 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 لحد ما اعمل، يوقعني في السلوك، وبعد كده يقول لي شفتي اهو، عشان كنت بقول. مين فيكم يا شطار بيقع في المطب ده كتير؟ ها، يلا. تمام. انا جدا ما شاء الله. كلنا الحل ايه؟ هنقول حالا اهو. تمام. اوكي، تعالوا نكمل. تعالوا نكمل. ازاي بقى؟ ازاي نعمل ايه؟ ازاي نطلع من المشكلة دي؟ ازاي عقلنا اللي مسوحنا ده، اللي فاتحة المايك تقفل، اللي فاتحة المايك تقفل. ماجدة، انا هقفل عليكي لو ما قفلتيش. حد كمان؟
ازاي بقى عقلنا اللي بيسوحنا ده احنا بقى اللي نضحك عليه ونخليه ايه؟ جزء من العلاج. ازاي نخليه جزء من العلاج؟ اول حاجة عندنا هم 4 خطوات بيمشوا مع بعض كده بالترتيب. تمام. اول خطوة فيهم هي التوقف. بمسك المشكلة عند بمسك السلسلة، هي سلسلة، بقوم ماسكاها كده عند الفكرة. تمام. ما بديهاش الفرصة انها تكبر. بدل بقى ما اقول انا متضايقة او انا فاشلة، ببدأ اقول بس تعالي بقى، تعالي هاتي ورقة وقلم. في الحالة دي لازم ورقة وقلم يا بنات، لازم ورقة وقلم. وببدأ اكتب انا فاشلة او انا متضايقة ليه. ليه؟ تمام. كوني انا مسكت الورقة والقلم وكتبت، انا هنا عملت حاجة خطيرة جدا جدا جدا. طول ما انا الشعور والفكرة جوايا فانا متبنياها، بتاعتي قوي وانا حضناها كده يعني وفرحانة بيها. اما بمجرد ما انا بمسك الورقة والقلم وبكتب، فانا بنزل الفكرة دي على الورق، بعمل لها حاجة اسمها فصل، انفصال، بفصلها عني، بقت حاجة تانية غيري، بقعد معاها كأني قاعدة مع واحد تاني قدامي بتكلم معاه. عارفين دايما لو احنا بتحصل معانا مشكلة، احنا بنحتاس، ما بنبقاش عارفين نتصرف. طب لو المشكلة دي حصلت مع حد تاني احنا عارفينه، يا سلام، بنبقى ايه ده، احلى كوتش في الدنيا. تعالي وانت ساكتة ازاي، واعملي كذا واعملي كذا ده اللي انا بعمله. بمجرد ما بنزل الفكرة قدامي على الورق، بعمل ايه؟ بفصلها عني كأنها حد تاني انا بتناقش وبتكلم معاه. تمام. دي اول مرة، اول نقطة، اللي هو ببدأ اتوقف وببدأ انزل الفكرة على الورق قدامي. تاني حاجة بقى الفحص، بفحص الفكرة دي. طيب بشوف الاول الفكرة دي هل هي حقيقية، ولا الفكرة دي حقيقية ولا هي قصة، وهم، انا عايش في الخيال، انا مخي هو اللي مسوحني. تمام. في اسئله اجاوب ارد عليها او استخدمها في النقطه دي. اول سؤال: ايه الدليل على صحتها وايه الدليل على خطأها؟ انا فاشله، تعالي هنا يا فاشله. ايه الدليل ان انت فاشله؟ ما نجحتيش في اعدادي، ما نجحتيش في ثانوي، ما نجحتيش في كليه. نجحت. مفيش مواد كنت جايبه فيها درجات فيه، ده انا كنت بقفل. طيب فين بقى الفشل؟ في ان انت جزئيه ان انت مثلا مش عارفه تلاقي شغل. اه. طب ما يمكن انا محتاجه مهارات، ما يمكن محتاجه اعدل السي في، ما يمكن انا بقدم لاماكن مش طالبه المهارات بتاعتي، ادور على اماكن تانية. ببدا افحص الدليل على الصحه والدليل على الخطأ. تاني حاجه، لو ليكي صديقه، زي ما انا بقول كده، لو ليكي صديقه عندك بتقول، هي بقى اللي بتحكي لك الكلام ده، بتقول لك انا فاشله وكل ما بقدم ما بنجحش وكل ما بقدم، انت هتقولي لها ايه؟ هل انت هتقولي ايه؟ انت هتصدقيها ولا هتقفي معاها؟ هتقولي لها بالعكس، ده انت فيكي حاجات كويسه، طب نجربي تاني، طب حاولي تاني. شوفي انت هتردي ايه عليها ورديه على نفسك. شوفي ازاي انت هتبداي تفتحي قدامها افاق كده للامل، وافاق كده لخطوات ايجابيه، وقوليها انت لنفسك. تمام. النقطة أو السؤال اللي بعد كده، يبقى أنا أول حاجة هشوف الدليل على الصحة والدليل على الخطأ. تاني حاجة هشوف لو الكلام اللي أنا بقوله دون واحدة صاحبتي هي اللي بتقولهولي، هرد عليها إزاي وهدعمها إزاي. تمام. الخطوة التالتة اللي بعد كده، كل ده في الفحص على فكرة. الخطوة التالتة: هل الموقف ده اللي انت يعني مموتة نفسك عليه ومدمرة حياتك عليه وواقفة عليه، هل دون هو يساوي العمر كله؟ يعني انت، يعني ده يستاهل انت تضيعي عليه عمرك كله، ولا لا، نقطة من اول السطر واشوف ايه اللي انا محتاجة اعمله وايه يعني. لو كل واحد مر بتجربة او بأزمة
ووقف عمره عليها، ده احنا كانت الدنيا فضيت، كانت الدنيا فضيت. ولكن المطلوب ايه؟ المطلوب ان انا اجرب وافشل، مش مشكلة، بس اتعلمت خبرة، اتعلمت حاجة جديدة، عرفت ان الشركة دي مش هتنفع ان انا اقدم في، اجرب في حاجة تانية، او عرفت ان طريقة التعامل اللي انا بتعامل بيها دي مش صح، مش تمام، فانا هتعامل بشكل افضل او هتعامل بشكل جديد. كل ما انا بقدم وببدا اجرب وببدا اخد خطوات، لازم 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 هخرج منها بشيء ايجابي. هنا بننقل العقل في نقطة التوقف والفحص دي بالذات. انا بنقل عقلي من جزئية ان هو بيحاكمني، تمام، وعامل لي دوشة في دماغي، لعقل تاني بيفكر وبيفسر وبيبقى عنده وعي ازاي يحل. بدل ما انا سايبه دماغي عماله مسوحاني في الافكار وتاخدني وتجيبني، ده انتي فاشله، ده انتي ده انتي ده انتي ده انتي ده انتي ده انتي، لا تعالي بقى ما شوفي انا يا انتي. بخرج من الدوشه اللي العقل عاملها لي دي، باخده بنقله كده هو لمرحله الوعي، لمرحله ان انا افسر صح، مش امشي ورا كلمه او امشي ورا اول فكره جات لي وابدا ايه متسوحه فيها. تمام. النقطة التالتة بعد كده او الخطوة التالتة، يبقى انا عملت الاول توقف ستوب للفكرة، او علشان افصلها عني خدت ايه، كتبت، نزلتها قدامي على الورقة وكتبت، وبعدين بعد كده بفحصها انت صح ولا غلط، وببدأ احط 1 2 3 صح، 1 2 3 غلط. تمام. طيب وبعدين ببدأ اشوف لو واحدة صاحبتي اللي قدامي بتقولي الكلام ده، انا هرد عليها اقول لها ايه، وهحاول ادعمها ازاي. بعد كده هعمل ايه، هبدأ ان انا اعمل ايه، آه آه هعمل ايه بعد كده ايوه، هل اشوف هل الموضوع ده يساوي ان انا اضيع عمري فيه، يعني ان انا احبس نفسي عليه، ولا هو مهما انا دخلت في تجربة وفشلت فيها برضو فيها جانب ايجابي وفيها حاجة انا بتعلمها. رقم 3، اعادة الصياغة. اعادة الصياغة ايه بقى؟ اعادة صياغة الكلام، الفكرة. بدل بقى ما انا بقول انا فاشله، هقول لا، انا عندي اخطاء ومحتاجه اعدلها، في عندي نجاحات، اه محققه نجاحات في بعض الاوقات، محققه نجاحات ولو صغير بس محققه فيها نجاح. فبدل ما بقول انا فاشله، لا، انا في عندي شويه تجارب محتاجه تتظبط، في عندي شويه اخطاء محتاجه اتعلمها، في عندي شويه مهارات محتاجه اكتسبها. فانا بغير الصيغه، بدل بقى ما انا عماله اقطع في نفسي واجلد في نفسي، لا، انا بطلع بقى لرؤيه كده واقعيه لايه، للتحول. بخرج لرؤيه واقعيه للتحول. تمام. بدل ما انا محدش بيحبني، لا، انا دلوقتي حاسه بالوحده علشان انا اتعاملت في الجزئيه دي بشكل مش تمام، فانا محتاجه ان انا اظبط طريقه تعاملي، ومحتاجه اعمل علاقات تانية صحيحه بشكل افضل. بدل من اكيد انا هفشل، لا، انا في احتمال انجح وفي احتمال افشل وفي احتمال تاني انجح، ايه المشكله، هستعد واجرب. تمام. مش دي مش جمل وردية، يعني احنا مش بنضحك بيها كده، لا، دي عبارات متوازنة، عبارات متوازنة بتسمح للعقل ان هو يشوف الجانب الايجابي، مش الدنيا كلها سودة، مش الصورة كلها سودة، بتديله اشارة ان استنى كده، في حتة تانية فيها نور، في جنب تاني منور شوية، فركز عليه، بلاش تبقى كلها بلاك. مين بقى هنا عنده جملة سلبية دايما بيقولها لنفسه، يلا بسرعة على الشات نعمل لها صغير، نعمل لها إعادة صياغة، يلا. طبعا كلنا عندنا جمل سلبية أكيد. ها، وروني كده على الشات، مين هيصلح ايه؟ ها،
ربنا يصلح ايدي. تمام. يا نهار ابيض عليكم. هتقولي ايه بقى يا ام حمزه بعد كده؟ انا بكرهني، حرام عليك يا علا. انا مش عايزه دموع. مش عايزه دموع. لا مش هتفضلي لوحدك ولا حاجه. هنغير بقى. ادوني بقى بعد التعديل، بعد الصياغه. عدلوا. ها. عدلوا بقى الصياغه. مفيش حاجة بتروح حضر يا أمل، مفيش حاجة بتروح حضر. اتعلمتي اتعلمتي اتعلمتي. بدل الحاجة حاجة واتنين وتلاتة واربعة. ما تخليش الشيطان يضحك عليكي. ما تخليش الشيطان، الكلام ده كلام شيطان. ربنا ما بيضيعناش ولا عمره خلقنا هدر أبدا. أنا هتحكم في انفعالاتي. تمام. برافو عليكي يا إسراء. برافو. أنا يعني الكلام بيطلع ما شاء الله بسرعة، فأنا مش لاحقة أقرأ كله. طيب. آه تاني. هنعيد. هنكتب الكلام، المشاعر اللي انتوا كاتبينها او الافكار اللي انتوا كاتبينها اللي هي السلبيه. هنكتبها على الورق وهنمشي عليها بالخطوات. ده الواجب بتاع النهارده. تمام. خلينا نكمل. رقم 4 معانا. من الفكرة الجديدة إلى شعور وسلوك جديد. من الفكرة الجديدة اللي احنا قلناها الإيجابية بعد التعديل وبعد الصياغة، هنبدأ لشعور وسلوك جديد. مش احنا قلنا الفكرة هي بتاخدنا للشعور والشعور بياخدنا لسلوك؟ من الفكرة الجديدة هنبدأ نخلق شعور أهدى. هنبدأ نخلق شعور أهدى. بدل ما أنا بحتقر نفسي أو شايفة نفسي فاشلة، لا أنا هبدأ عندي مسؤولية أكتر وإحساس بالأمل وإحساس بالمسؤولية. إن أنا لازم أعدل نفسي ولازم أطور نفسي ولازم أرفع من قدراتي ومهاراتي. تمام. بدل ما انا عايشه في هلع وفي خوف وكذا وكذا، لا هخليه يبقى هو قلق صحي. ان هو يدفعني ان انا يعني اكون مستعده ان انا اواجه، مثلا لو في عندي مسؤوليه معينه اكون مستعده ان انا يعني اجهز المهارات او القدرات اللي انا محتاجاها في التجربه اللي انا داخله عليها. تمام. الشعور الاهدأ. الشعور لما بيهدى، لما انا بهدى، ده بيولد سلوك تاني مختلف. الشعور الاهدى هيولد سلوك تاني مختلف. يعني هي نفس الفكرة. لما انا مشيت وراها بنفس الشعور المتأجج، وكان السلوك متأجج وكان في مشاكل وكنت انا عايشة في ضغط وعايشة في ضغط نفسي مش في هدوء نفسي. لما بدأت امسك الفكرة واتوقف عليها وافحصها كويس قوي واعمل لها صياغة، اعيد صياغتها بعد كده، الفكرة الجديدة دي تمام بقت اهدى. فالمشاعر بقت اهدى. فالسلوك هو كمان بقى اهدى. اختلف. بقدر اقدم تاني على فرص. بعدل السي في بتاعي، بعدل المهارات بتاعتي. بطلب من حد من ذوي الخبرة اكبر مني او كوتش او حد يعني مختص في الحاجة اللي انا مزنوقة فيها يساعدني. ببدأ اتكلم بهدوء بدل الانفجار اللي انا ببقى فيه. فبنلاقي طريقة التفكير هي مش بتجمل المشكلة، ولكن هي بتغير الواقع. مش بتغير الواقع بقى نفسه، بتغير نظرتي انا للواقع ده، بتغير تعاملي انا للواقع ده. يعني لما هنقول مثلا مشكلة ما
كل تعالي كده وانت قاعده مع زمايلك، وانت قاعده مع اخواتك، وانت قاعده مع اي حد، اطرحي امر مشكله واحده، اي حاجه حتى من على السوشيال ميديا، هتلاقي رأي دي غير رأي دي غير رأي دي غير رأي دي، هتلاقي اللي هي منفعلة جدا، وهتلاقي اللي هي العادية جدا، وهتلاقي اللي هي الباردة خالص، وهتلاقي اللي هي متوسطة، واللي بتتكلم بحكمة، واللي بتحلل. فإذا أنا كده لما بغير تفكيري أنا بغير الواقع، بغير الواقع، ولكن أنا مش بغير الواقع نفسه، بغير نظرتي أنا ليه، بغير حدتي أنا في التعامل معاه. تمام. فهنا هتلاقي لما بنراقب الفرصة، الفكرة قصدي، لما بنراقب الفكرة وبنعدلها، بدأت أنا أعدلها، تمام، بدأ الشعور يهدى، وبدأ السلوك يتغير. تمام. ماشي يا بنات. مين حست دلوقتي ان كان في موقف او مشكلة عندها، وهي يعني في الحدث ده كان مخها عمال بيجيبها وبيوديها فعلا، وان الموضوع ما كانش يستاهل الكلام ده كله. هم. مش ندمانة، كويس ان انت عرفتي، فمش ندمانة بقى، انا بحاول اتعدل، بحاول اعدل. برافو يا اميرة. زينة. تمام. كتير بيحصل. مريم، مريم محمد. تمام. طيب يعني احنا دلوقتي عرفنا احنا المشاكل النفسية او الاضطراب النفسي عندنا بيبقى بسبب ايه، بسبب ان انا باخد الفكرة دي وبقعد مع نفسي وبسيبها هي ايه، تسوحني. تمام. الفرصة راحت، هيجي فرص تاني. الفرصة راحت، هيجي فرص تاني. تمام. آه، احنا بالطريقة دي لما هنقعد ان شاء الله النهاردة هنعمل الواجب بتاعنا، معانا واجب وهتنزلهولي بقى، يعني مش عارفة ايه، هفتح لكم الجروب كده مثلا بكرة من الساعة مثلا 3 ل4. تمام. تبعتوا عليه الواجبات بتاعتكم، اللي حابب، اللي مش حابب خلاص يعني اوكي مفيش مشكلة. عايزة الواجب هنعمل ايه، هنختار موقف واحد حصل قريب، يعني مش لازم يبقى قريب، المهم يعني لو معلم معاكي يعني. تمام. وانتي يعني اتعاملتي معاه، آه خدتي الفكرة وهي عملت لك ضيق، وعملت لك توتر، وعملت لك شوية قلق، وانتي مشيتي معاه. تمام. مشيتي معاه. عايزاكي بقى تكتبي في الورقة ال4 حاجات دول. اكتبي، ابدأوا بقى اكتبوا دلوقتي يا بنات معايا، اكتبوا أول حاجة هتجاوب على ال4 أسئلة، هتكتبي العنوان ده كده، مشكلة مثلا كذا، أو لما قابلت كذا عمل كذا، أو لما شفت كذا. اكتبي الفكرة فوق في أول السطر، في أول الصفحة. تمام. وبعدين هتجاوبي على 4 أسئلة تحت. الفكرة، السؤال الأول، الفكرة اللي قلتيها لنفسك وقت الموقف ده، الموقف الأولاني اللي حصل فوق ده، اكتبي بقى أول فكرة جت في دماغك. تمام. تمام. اكتبي في ورقتك، اكتبي اللي بتكتب على الشات، اكتبي في الورقة، في الكشكول أو في الدفتر بتاعك. لو تقدري ترجعيها يا أميرة رجعيها، أو ادعي على الأقل ربنا يساعدك إنها ترجع يعني، ولعله خير، محدش عارف. كده لو استمرتوا
لحد دلوقتي كان يبقى فيه أزمة. أول سؤال هنجاوبه مع بعض، الفكرة اللي قلتيها لنفسك وقت الموقف ده كانت ايه؟ أول فكرة جت في دماغك. السؤال التاني بعد كده، ايه الشعور اللي ظهر بعدها؟ حسيتي بإيه؟ ايه الحاجة اللي انت حسيتيها؟ حسيتي بمشاعر ايه؟ تمام. السلوك او رد الفعل اللي صدر منك، زعقتي، هديتي، اتنرفزتي، انسحبتي، هاجمتي. تمام. لو في فكرة بديلة هتبقى اهدى تقدري تاخديها، هتبقى ايه؟ يعني هتعيدي بقى الصياغة. لو في فكرة تانية هتاخديها تكون اهدى، هتهديكي من الموقف او تخليكي تشوفيه بنظرة تانية، هتبقى ايه؟ اوكي. احنا هنا مش بنحل المشاكل في يوم وليلة، يعني المشكلة مش هتتحل معاكي في يوم وليلة، ولكن احنا بندرب العقل ان هو يلاحظ ويصحصح كده الفكرة اللي بتاخده وبتسوحه، بنخليه يبدأ ياخد باله. هو الفكرة الأولانية، عارفين لما أقولك الولد ده مش كويس ما تمشيش معاه، أو البنت دي مش كويسة ما تمشيش معاها، تمام؟ فأنا بقولك إيه، بديكي مؤشر، فأنا بعمل للعقل كده مؤشر، استنى ما تمشيش، بعمل له حالة من التوقف، بعلمه ازاي بعد كده يفرز الافكار اللي بتيجي في دماغي سواء مني او من بره، تمام؟ يفصلها